احلى سحلبينو هتشربيه معايا باذن الله، حاجه كده فاخر من الاخر. فعلا كده تقومي تعمليها دلوقتي، مش هتاخد معاكي تجهيز 5 دقايق، وهتعملي السحلب بطريقه سهله وبسيطه ويطلع معاكي القوام مظبوط. نسمي بالله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. اي نوع سحلب بقى انت بتستخدميه، في العموم السحلب يعني نشا، مكوناته نشا. هنا بقى ده سحلب متدلع شويه مع المكسرات كده. هتشيلي بقى المكسرات دي، مش هتنفع تنزلي بيها كلها في الحاجه اللي هتسوي بيها السحلب. زي ما انتم شايفين معايا بتبقى طبقه المكسرات مع جوزة الهند اللي هي الشرايح، وبعد كده وصلت لطبقه السمسم وجوزة الهند الناعمه خالص برضو. يعني انا لو هسوي كوبايتين او 3 زي اللي شفتهم معايا مش هاخد كل الكميه دي، فهخلط بقى كل كميه النشا مع السمسم وجوزة الهند اللي هي الناعمه. وزي ما شفتوا معايا المكسرات شلتها لوحدها. هنا زي ما انتم شايفين معايا كده النشا، هخلط بقى كل المكونات كده. انا حابه السمسم وجوزة الهند ينخلطوا كلك بالسحلب. بعد كده بقى شفتوا معايا كده خلاص، طريقه سهله وبسيطه علشان